أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية، مباشرة بعد زيارة وزير الطاقة التركي إلى الجزائر العاصمة فتيح دماس، ووعده بعد لقاء الرئيس تبون بنقل التجارة البينية بين أنقرة والجزائر العاصمة إلى 10 ملايير دولار، والأمر يتعلق ب100%، 5 مليارات دولار إلى حوالي 10 مليارات دولار. هذا هو المرتقب بالنسبة للجنة المشتركة، وضمنها أساسا الطاقة. لذلك فإن العودة إلى 15 اتفاقية التي وقعها الرئيس الجزائري في زيارته لتركيا تضم إلى جانب الصناعة العسكرية والدفاعية والدرونات وغيرها، هناك الجانب الأساسي في كل ما يجري جانب الطاقة، الاستثمار في الطاقة والسماح لتركيا بأخذ جزءا من هذه الاستثمارات، خصوصا مع قانون استثمار جديد. فهذا كشف أن الرغبة الجزائرية في الوصول إلى تعاون مع تركيا أصبح له نفس استراتيجي، ولم يعد الأمر تكتيكي أو بروتوكولي، ليس على صعيد التجارة والصناعة، وإنما على أساس الاستثمار الطاقي على وجه التحديد. وحضور وزير الطاقة بعد 19 من أكتوبر، تاريخ المكالمة بين كل من الرئيسين الجزائري والتركي، اتضح وبشكل ملموس للمراقبين على الأقل أن الإجراء اليوم يذهب بعيدا تجاه الوصول إلى تفاهمات لتوسيع الاستثمار. هذه المرة ليست التجارة وإنما توسيع الاستثمار، وهذا المقصود منه تماما الاستثمار الطاقي. وهنا تحرك الأمريكي وتحرك الفرنسي. فكيف أتى التحرك الأمريكي؟ التحرك الأمريكي أتى من سفير سابق إلى حدود 10 من مايو 2022، أي قبل أن يصبح جيوفري بايات، وكان سفيرا من 2016 إلى 2022 سفير أمريكا في أثينا، ثم أصبح بعدها مباشرة هو المسؤول المساعد أو مساعد الوزير المختص للشؤون الطاقية أو المصادر الطاقية على وجه دقيق. معنى ذلك أننا نتحدث عن شخص أقرب بكثير إلى أموس هوكستين أو هوكشتاين، وهذا هو صاحب الاتفاق اللبناني الإسرائيلي دون اعتراف الدولتين، وبالتوقيع حول استغلال الجانب الطاقي والغازي في المتوسط، في مياه المتوسط وفي المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وما بين إسرائيل. إذن أمامنا بيات المساعد الرئيس لأموس، وبيات كما هو معروف لديه عاطفة شديدة تجاه أوكرانيا من 2013 إلى 2016، وهو سفير لديها، ثم أصبح سفيرا في اليونان مباشرة، وانتقل من السفارة كما ذكرنا إلى مسؤولية وزارية بخصوص شؤون الطاقة في الإدارة الأمريكية، فهو أكبر مساعد لأموس. ماذا اقترح هذا السفير السابق في أثينا، السفير الأمريكي السابق في أثينا؟ اقترح أن نفس ما حدث في المفاوضات التي جرت بين لبنان وبين إسرائيل سيكون على أموس ولإنجاح الثقل الأمريكي إعلان وبشكل مباشر عن بداية مفاوضات ولو غير مباشرة ما بين حكومة دبيبة وما بين أثينا من أجل التوصل إلى قضية الاستثمار أو توجيه الاستثمار وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. فالاتفاق اتفاق أموس في لبنان وإسرائيل ينتقل إلى ما بين ليبيا وما بين أثينا، وهذا الذي سيسمح
وبشكل مباشر في العمل على استثمارات الشركات الإيطالية إني أساسا والفرنسية والأمريكية حصرا. عندما ننظر إلى الوثيقة السرية سنجد حصرية هذه الشركات وطبقا للاتفاق الجاري به العمل كما هو مرغوب فيه أو ما يسمى الآن باتفاق بيات، أي الورقة التي قدمت لأموس من أجل هذه الحلول المرتقبة على نفس ما عليه تماما الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أن يكون ليبيا يونانيا. في الاتجاه الآخر، وهذا ما نشرته أغلب الصحف الفرنسية، هذا مثال منها، سنجد أن هناك تركيا التي تستطيع تأمين وبشكل مباشر والمساهمة في الاستثمار وأيضا للوصول إلى نقل الغاز من نيجيريا وباتجاه الجزائر وأيضا ليبيا. وهنا مع غرب ليبيا أعطى الأتراك لحكومة غرب ليبيا كل الضمانات من أجل الوصول بهذا الأنبوب إلى ليبيا والتصدير منه. وهنا سيصبح على العموم هذا الأنبوب بواجهتين، الواجهة الليبية والواجهة الجزائرية تجاه إيطاليا، وهكذا يمكن في هذه الحالة تأمين الغاز النيجيري باتجاه أوروبا، وفي نفس الآن السماح للاستثمار التركي وللشركات التركية في التنقيب والبحث وأيضا استخراج الغاز الطبيعي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا. يعني استمرار هذا الاتفاق في مقابل هذا الاستثمار من نيجيريا واتجاه الجزائر وأيضا تجاه ليبيا. وهكذا يصبح الوضع اليوم وضعا متفهما، لأن الجزائر اليوم مع تركيا هي في اتفاق، وأمامنا اتفاق استراتيجي أيضا مع إيطاليا. واليوم يستطيع الأتراك تأمين هذا الغاز من نيجيريا واتجاه أوروبا انطلاقا من هذين الأنبوبين أو الأنبوب الذي ينقسم إلى وجهتي تصدير، الأول من ليبيا والثاني من الجزائر، لأن المتطلبات بالنسبة لهذا التصدير إلى حدود انقسام هذا الأنبوب إلى أنبوبين للتصدير في ليبيا والجزائر، فإن مسألة الضخ مرتفعة للغاية. ولذلك فإن تركيا تضمن بناء أو إنشاء مثل هذا الأنبوب وتوجيه عبر أنبوبين للتصدير انطلاقا من الجزائر ومن ليبيا. ومجرد هذا التفكير وهذا المشروع أساسا وضع أمام الفرنسيين تحديا شديد الأهمية. وللعلم فقط فإن التسريب الحالي بالنسبة لتأمين تركيا لهذا الأنبوب والاستثمار فيه، وهذا الذي قفز إلى حدود 5 مليارات دولار مباشرة في أمر التجارة فقط، فكيف بالنسبة للاستثمارات التي يمكن أن تصل إلى حوالي 18 إلى 19 مليار دولار؟ ويمكن الآن تغطية هذا الاستثمار انطلاقا من نيجيريا تجاه الجزائر وليبيا. إذا أمامنا مشروعين واضحين. المشروع الأول هو المشروع الأمريكي، والذي يعتمد على ورقة بيات، جيوفري بيات، وهذه الورقة محسومة في قضيتين: أولا التوقيع على اتفاق بمفاوضات غير مباشرة بين أثينا وما بين حكومة ليبيا وبضمانة أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق الاستغلال في المنطقة سيكون بتأمين أمريكي هذه المرة. إذن التأمين الأمريكي لهذا الاتفاق،
وهو ما يعني مباشرة تجاوز اتفاق التركي الليبي وأمر ترسيم الحدود بين أنقرة وما بين طرابلس. إذا لدينا ورقة بيات ويزكيها آموس هوكشتاين. إذا لدينا هذه الورقة، ولدينا الورقة الأخرى التي تكشفها المخابرات الفرنسية بخصوص الإجراء الاستثماري المتقدم، وأيضا الورقة التي تقدمها تركيا، وهذه الورقة تنحو إلى الاستثمار كما ذكرنا في أنبوب، نيجيريا، الجزائر، ليبيا باتجاه أوروبا. إذا الأمر هنا أصبح واضحا والصراع أصبح قويا للغاية، والجزائر هي الوحيدة التي تستطيع الحسم في الموضوع لأسباب عدة. أولا لأنها هي التي وقعت على الاتفاق بشأن نقل الغاز من نيجيريا باتجاه الجزائر، إذا لديها هذه خاصية. أيضا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الطاقية ما بين كل من أنقرة والجزائر يمكن أن تكون بشراكة الدولتين، وفي هذه الحالة سيتجاوز تبون وأردوغان أي ضغوط في مستويات المؤسسات الدولية والاقتراض وغير ذلك. إذا أمامنا إمكانية الوصول إلى رأس مال جزائري تركي في هذا الاتجاه، وتركيا تؤمن من الاتجاه الآخر تصدير الغاز عبر ليبيا، وهكذا يمكن الوصول إلى صراع حقيقي أمريكي تركي. وفي واقع الأمر فإنه يعود إلى الجزائر لحسمه بشكل مباشر، ولذلك الكل يخاطب الجزائر في هذه المرحلة ما بين الأتراك وما بين ماكرون ومخابراته، وأيضا مع الأمريكيين عبر سفارتهم. الكل يتحدث الآن على الحسم الذي يمكن أن يتوقعه الجزائريون، لأن هذا الأمر هو الحاسم باتجاه إما الغاز الجزائري النيجيري وبإنشاء وضمان مالية لتركيا، أو أن الأمر سيتعلق باستثمار تركي شامل، وهكذا يمكن نقل الغاز في هذه الحالة باتجاه الجزائر وباتجاه ليبيا. وفي كل الحالات فأمريكا تعارض كل هذه الاقتراحات، وهي التي يتميز الآن بضبط تفاصيلها من كل الأطراف من أجل معرفة ما الذي يتوقع، لأن التوقعات الآن كلها ناتجة عن الحوارات التي كانت في 9 فبراير، وكانت على مستوى السفراء مع وزير الطاقة الجزائري. في 9 فبراير كما أعتقد كان لقاء ما بين وزير الطاقة الجزائري وما بين السفير. بعدها مباشرة وجدنا أمر اتفاقيات مباشرة، وهناك مكالمة في أكتوبر، في 19 من أكتوبر مع أردوغان، وبعدها مباشرة الآن فتح دوماز في الجزائر العاصمة. إذا هذه التطورات لمن قرأها يتأكد من خلال المسار الذي قطعته هذه المشاورات إلى أن الأمور أصبحت أكثر جدية باتجاه الدخول مباشرة في التنفيذ، وهذا الذي ينتظره الفرنسي، ودخل الأمريكي على الخط بإجراءات أخرى بما فيها ورقة آموس بيات. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.